السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المهمة والمميزة جدا، وهنعرف خلالها كل ما يخص التهاب الأذن الوسطى، وكمان هنعرف إيه هي أهم أعراضها وكمان طرق علاجها. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا، دوس لايك، تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. التهاب الأذن الوسطى أو الأوتايتس ميديا هو مرض بسيط وشائع، وهو عبارة عن التهاب في منطقة الأذن الوسطى، وغالبا بيكون ناتج عن عدوى بكتيرية، وأكتر الناس اللي بتصاب بيه هم الأطفال. وللي ما يعرفش فالأذن الوسطى هي عبارة عن تجويف صغير بعد طبلة الأذن مباشرة من جوه. خلينا نعرف إيه هي علامات وأعراض التهاب الأذن الوسطى. أول مريض هيجي الصيدلية يشتكي من إيه؟ أول حاجة هيشتكي من إحساس بالألم في الأذن المصابة، والألم ده ما بيتأثرش بأي شكل من الأشكال حتى لو شديت الأذن من بره، وبيكون مصحوب بضعف في قدرة السمع. تاني حاجة ممكن يشتكي من نزول إفرازات صديدية من الأذن. تالت حاجة هيشتكي من ارتفاع في درجة الحرارة. رابع حاجة لما تيجي تسأله كان عندك برد مؤخرا أو كده هيقولك وده لأن انسداد الأنف بيؤدي إلى قفل الأوستيكيان تيوب واللي بيعمل على حدوث التهاب في الأذن الوسطى. خامس حاجة المريض هيشتكي من إحساس بالتقل داخل الأذن، وممكن كمان يحس بطنين أو وش داخل ودنه. وفي بعض الحالات تشتكي من عدم الاتزان وميل القيء وممكن يرجع. طيب إيه هي بقى طرق علاج التهاب الأذن الوسطى؟ قبل ما نبدأ العلاج الدوائي لازم نقول للمريض إنه يحافظ على ودانه نظيفة وتكون جافة على قد ما يقدر، وتقوله لما يجي يتوضأ أو يستحمى ما يسيبش المية تدخل ودانه ويحاول يجففها أول ما يخلص. بالنسبة للعلاج الدوائي فأول حاجة هنديها له هي أنتيبيوتيك أو مضاد حيوي، والأفضل ندي مضاد حيوي برود سبيكترم زي مثلا مادة الأموكسيسيلين مضاف عليها الكلافيولينيك أسيد، ودي هتلاقيها في أصناف معروفة جدا زي الأوجمانتين 1 جرام، والهيبيوتيك 1 جرام، والكيورام 1 جرام. وخد بالك إنه نفس الأسامي دي بينزل منها شراب للأطفال. بالنسبة لجرعة الكبار فبتكون قرص 1 جرام كل 12 ساعة لمدة 5 إلى 7 أيام. أما بالنسبة لجرعة الأطفال فبتكون من 25 إلى 50 مللي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل يوميا، واللي بيطلع بنقسمه على جرعتين خلال اليوم. يعني مثلا لو الطفل وزنه 10 كيلو فالجرعة هتكون من 250 إلى 500 مللي جرام يوميا. هنقسم اللي طلع على 2 فالجرعة هتكون من 125 إلى 500 مللي جرام كل 12 ساعة. وفي بعض الدكاترة بتفضل إعطاء مضاد حيوي من عيلة الفيرست جينيريشن سفالوسبورينز، وده بيكون للكبار زي مثلا مادة السيفالكسين، واللي بتكون موجودة في أصناف زي الكيبوريكس والكيفليكس. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون قرص كل 12 ساعة لمدة 4 أيام. تاني حاجة بنديها للمريض وهي أنتي إنفلاماتوري أو مضاد التهاب، وأشهر الأنواع المستخدمة هي الألفنترن أو الأمبيزيم أو الكورفيزيم. وجرعة أي واحد منهم هتكون قرص كل 8 ساعات يوميا قبل الأكل. لكن لو عايز تدي مضاد التهاب جرعته أسهل فعندك الليميتلس ألزايم، وده جرعته بتكون قرص كل 12 ساعة قبل الأكل أو بعده. بالنسبة للأطفال فبنوصف ليهم ماكسيليز أو ميجاليز شراب، ودول جرعتهم بتكون كل 8 ساعات يوميا. تالت حاجة بندي إير دروبس أو قطرات الأذن، والقطرات دي لازم تحتوي على مواد أنتي بكتيريال وأنتي فانجل وكورتيكوستيرويدز، زي مثلا قطرة الفيوتيك أو الأوتوكورت أو الأوتال. وفي بعض الدكاترة بتفضل إعطاء قطرة الديكسترول، والقطرة دي بتكون للعين والأذن عادي. وجرعة أي واحدة فيهم هتكون 3 نقط للأذن كل 8 ساعات يوميا بالنسبة للكبار. أما الأطفال فبتكون من نقطة إلى نقطتين كل 8 ساعات يوميا. رابع حاجة بنديها للمريض وهي النيزل ديكونجستنت، ودي نقط بتقلل من احتقان الأنف لأن ده بيكون السبب الرئيسي للالتهاب. وأشهر القطرات المستخدمة هي الأوتريفين والرينكس والبلكيز والأوكزيميت، ودي في منها للكبار وكمان في منها للأطفال. والجرعة بتكون 2 نقطة في كل أنف كل 8 ساعات يوميا لمدة 4 أيام بحد أقصى عشان ما تزودش الاحتقان. آخر حاجة بنديها للمريض وهي الأنالجيسكس أو المسكنات، ودي ممكن ندي مادة الإيبوبروفين واللي بتكون موجودة في البروفين 400 أو الفلاموتال 400 أو الميجافين. وجرعة أي واحدة هتكون قرص مرتين يوميا إلى 3 مرات يوميا. أو ممكن تدي حاجة تحتوي على الباراسيتامول زي البنادول أدفانس أو الأدول أو السيتال. وجرعة أي واحدة هتكون قرصين كل 8 ساعات يوميا.
وزي ما الحاجات دي في منها أقراص للكبار، بيكون فيها شراب للأطفال بنفس الأسامي. وعشان نلخص الموضوع في روشتة واحدة لعلاج التهاب الأذن الوسطى، هندي أول حاجة أوجمانتين 1 جرام، وهيكون جرعته قرص كل 12 ساعة يوميا بعد الأكل لمدة أسبوع. تاني حاجة الألفنترن، وده هيكون قرص كل 8 ساعات قبل الأكل. تالت حاجة الأوتال دروبس، ودي هتكون 3 نقط كل 8 ساعات يوميا. رابع حاجة الأوتريفين نيزل دروبس، ودي هتكون 3 نقط للأنف كل 8 ساعات لمدة 4 أيام. وآخر حاجة هنديها البروفين 400، وده هيكون جرعته قرص كل 12 ساعة بعد الأكل. وبكده نكون خلصنا الحلقة التالتة من سلسلة الأو سي، وعرفنا فيها كل ما يخص التهاب الأذن الوسطى، وكمان عرفنا طرق علاجها وأهم أعراضها. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا شير ليها مع أصحابكم، لأن ده بيساهم في نشر الحلقة وناس تانية تقدر تستفاد منها. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.